السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل وصباح الحلويات حبايب قلبي. النهارده بقى عملت ايه؟ ضحكوا عليا يا جماعة، كان عيد ميلادي ومحدش قال لي كل سنة وانت طيبة. يجي بقى الصبح يقول لي ايه، خلاص اعملي لنا تورتايه، اعملي تورتايه. طبعا انا ما عملتش تورتايه، عملت جاتوه. عشان خاطر ان هم يقولوا لي اعملي تورتايه في عيد ميلادي مش هعملها، عشان هم المفروض ان هم كانوا عملوها لي هدية ولا قالوا لي كل سنة وانت طيبة. محدش عبرني. طيب النهارده بقى عملت ايه؟ تعالوا بقى نشوف الجاتوه بتاعنا. صاج جاتوه عملنا منه 12 قطعه او 13 قطعه كمان، وممكن يطلع اكتر من كده كمان. طب تعالوا نشوف. اول حاجه 4 بيضات كبار، البيضه كبيره طبعا بدرجه حراره المطبخ، وحطينا فانيليا وحطينا نص كوبايه السكر ومعلقه من الايه الخل، ونضرب واهم حاجه كيس بونو اللي هو المحسن الجل. نضرب بقى كل المكونات دي كده في العجان او بالمضرب. اول ما تتقل معاكي كده تبقى عامله زي المنقار، نحط نص كوبايه ميه ونضرب برضو تاني. بعد كده بنحط في قلب الصاج ده صاج 40 في 60، بنحط ورق الزبده، وبعد كده نقوم حاطين دي الكريمه. شايفين الكريمه متماسكه وجميله ازاي؟ بنحطها طبعا، وبنحط ورق الزبده ونحط المكونات كلها فيه في الصاج، ونظبطه وندبه دبتين حلوين وندخله الفرن. طبعا ده ما بيقعدش يعني بالظبط، بيقعد 13 دقيقه بالظبط. طيب بعدين بعد ما بنخرجه بنغطيه زي ما انتوا شفتوا كده بفوطة ناشفة، بتغطيه حلو قوي. وبعد كده نشتغل عليه. انا قطعت جزء منه اهو زي ما انتوا شايفينه، ده اللي هعمله سوس رول. يعني انا عملت من من الصاج منه سوس رول كمان. تمام. اول حاجة حطينا ورقة الزبدة، ورقة زبدة تكون نضيفة، وحطينا الكريمة عليها، وبنرش طبعا الشربات الخفيف الأول. وبعد كده بنبرمها. بس أهم حاجة ما بنجيش جنب جنب الكيك. بصوا أنا بعمل على بالورقة، وبعد كده بقوم برمها ولفاها ونحط على طول. عشان أنا كنت طبعا هم مستعجلين، لأن هم ما افتكروش إلا لما أنا قلت لهم. شايفين ده؟ أنا بصوا يعني فضلت أنبهم تأنيب. عملت هنا كده زي ما انتوا شايفين بالمشط اللي عندي، بنعمل بيه ونسوي بيه، ونحط طبعا في الفريزر. بيتحط ليلة كاملة في الفريزر. يعني هو الجاتوه بالذات لازم يتحط ليلة كاملة عشان يبقى متماسك، عشان تعرفي تقطعي براحتك، ما يتفتفتش منك ولا يبوظ. جبنا الجزء التاني هنقطعه نصين. شايفين؟ بصوا ال الكيك جميل ازاي يا جماعة، هش وجميل جدا جدا. حطينا زي ما انتوا شايفين كده، سقيناها. اول طبقه سقيناها وتاني طبقه برضو بنسقيها، وبعد كده بنحط طبعا الكريمه. وبعد ما بنحط الكريمه بنحط الطبقه التانيه دي عاليه. مفيهاش اي حاجه، سهله وبسيطه ومفيهاش اي حاجه. دي لوحدها هتطلع لي 6 قطع كبار مش صغيرين، وهتشوفوا القطعه عامله ازاي. اما السوسرول هيطلع برضو 6 قطع كبار، والقطعه ممكن تتقسم كمان. يعني المفروض ان هي تطلع اكتر من كده، بس انا طبعا ده للبيت يعني لينا، فيعني سايباها ببركتها. حطينا ونظبط كده القطعتين على بعض، ونحط الكريمة عليهم، وبرده نفس الحكاية نساوي كويس وندخل الفريزر. ادي كل الحكاية في الجاتوه. الجاتوه سهل جدا وبسيط ومش صعب، وفي نفس الوقت انا هكتب لكم كل المقادير، هكتبها لكم في صندوق الوصف. بس اهم حاجة شوفوا الخطوات خطوة بخطوة، على اساس ان انت مفيش خطوة تقع منك. ولو اتفرجتي لغايه هنا وما حطيتيش اللايك ونسيتي اللايك، حطي اللايك لاختك ياسمين. ما تنسوش اللايك يا جماعه، هو اللي بيرفع الفيديو. حطيناه طبعا ليله كامله في الفريزر. بنقطع الجوانب زي ما انتم شايفين، واقسمها الى 3 قطع. اقسم النص اللي انا عملته ده الى 3 قطع. طبعا كل قطعه بنمسحها السكينه، يا تمسحيها بفوطه يا تحطي ميه جنبك سخنه. بصوا القطعه دي هتتقطع قطعتين، وبرده الجزء التاني ده هيتقطع قطعتين. اما الجزء التالت ده لقيته كبير فقطعته الى 3 قطع. هنا عندي جيلو فراولة. تمام. وعندي برضو جيلو مانجا، هنحط برضو في القطعة التانية جيلو مانجا. والقطعة التالتة هعملها شوكولاتة. تمام. ده جيلو برضو شوكولاتة.
ممكن انت تعمليه في البيت عادي، تاخدي قطعة شوكولاتة وتحطي. بصوا هنا اهوت احنا بنقطع قطعة قطعة ونمسح اهي. كل قطعة من اللي انا عملتها ديت عملت ايه قطعتين، والكبيرة اللي هي الشوكولاتة عملت منها ايه واحدة برضو جت ايه سمبوكسة. تمام تمام. تعالوا بقى نشوف بقى السويس رول. نجهز كده ونظبط الدنيا اهي، بحيث ان احنا يبقى الحاجة طالعة من ايدينا احلى من المحلات بكتير. يلا هنقطع برضو السويس رول نفس الحكاية، بنقطع الطروف كده عشان يبقى مظبوط معايا. وبرضو نفس الحكاية هنزين عادي، جيلو برضو جيلو مانجا وشوكولاتة وفراولة كل واحدة هعملها كده وهقطعها. بصوا بقى الخرطة، هوريكم الخرطة عاملة ازاي. ما شاء الله الخرطة كبيرة اللي انا عاملاها كده، دي كده خرطة كبيرة. هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 6. يعني تعتبر الصاج اللي هو 40 في 60 عمل لي دستة جاتو. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. شايفين يا جماعة الجمال؟ انا عايزه بقى رايكم وتعليقاتكم، قولوا لي تعليقاتكم ايه رايكم في في الجاتو بتاعي السهل اللي انا بعمله طبعا بدقيق عادي. انا ما بجيبش دقيق سبونج خالص، انا بحط دقيق عادي. طب الصاج ده خد قد ايه؟ كوبايتين الا ربع من الدقيق، وكيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف، وكيس بونو اللي هو المحسن الجل، والاربع بيضات بس كده. طبعا هنا بنزين بنزين بصوص الشوكولاته والمانجا، المانجا والفراوله ولا وبعد كده خلاص كده انا خلصت. كنت انا عندي شوكولاته صغيره كنت انا حطاها اهي، كنت عاملاها اشكال. شايفين؟ انا عايزه رايكم بقى وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك، وقولوا لي ايه رايكم في الجاتو بتاعنا السهل البسيط اللي باقل الامكانيات وباقل التكاليف. واللايك اهم حاجه ما تنسوش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع احلى متابعين في الدنيا.